السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أي حاجة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، صلاة تنحل بها العقدة وتنفرج بها الكربة وننال بها منازل الشهداء والصديقين. النهاردة إن شاء الله هنقول مع بعض تفسير رؤية الصلاة في المنام للإمام ابن سيرين، أو كما ورد عن علماء التفسير أو ورد عن الإمام ابن سيرين. تفسير الإمام ابن سيرين، والإمام ابن سيرين بيقول إن اللي بيشوف في منامه إن هو يصلي فده بيدل على استجابة الدعاء، وإن الشخص دوت أو الشخصية دي بتسير على الطريق المستقيم وطاعة ربنا سبحانه وتعالى في الخلوات في ظاهره. وكمان في بعض الأحيان بيذكره إنه هو يرجع للقيام ويرجع لصلاة القيام وقيام الليل، والله تعالى أعلى وأعلم. كمان رؤية الصلاة في المنام وكانت صلاة صحيحة وبتؤدى كما ينبغي، فده بيدل على استجابة الدعاء وقبول الدعوة عند رؤية السجود. والله تعالى أعلى وأعلم. كمان الصلاة في المنام من الحاجات اللي بتدل على تفريج الكروب وزوال الهموم، والله تعالى أعلى وأعلم. كمان رؤية الصلاة في المنام من الحاجات اللي بتدل على دخول البهجة والسرور لحياة الرائي أو الرائية في الفترة المقبلة بأمر الله تعالى، والله تعالى أعلى وأعلم. كمان رؤية الصلاة في المنام بتدل على تبديل الحال وانتقال الرائي أو الرائية من حال لحال أحسن بأمر الله تعالى بسرعة، والله تعالى أعلى وأعلم. كمان رؤية أداء الفروض في المنام من الحاجات اللي بتدل على إن صاحب الرؤية أو صاحبة الرؤية من الشخصيات الأمينة، من الشخصيات اللي بتأدي الأمانات إلى أهلها، وكمان من الشخصيات الوفية واللي بتفي بالعهود، وكمان من اللي بتلتزم بالمبادئ والقيم ويعني بتلتزم شخصية ملتزمة بكل القيم والمبادئ والتعاليم الدينية، والله تعالى أعلى وأعلم. كمان المكروب اللي بيشوف في منامه رؤية الصلاة فده بيدل على تفريج كربه في الفترة اللي جاية بأمر الله تعالى في أقصى وقت ممكن أو بسرعة شديدة، والله تعالى أعلى وأعلم. كمان المديون اللي بيشوف في منامه الصلاة وكانت كما ينبغي فده بيدل على إن شاء الله سداد دين وتحسين وضعه المالي في الفترة اللي جاية، والله تعالى أعلى وأعلم. كمان رؤية الصلاة في المنام من الحاجات اللي بتدل على لو كان صاحب الرؤية من الشخصيات اللي كان صاحب الرؤية من الشخصيات اللي بتهمل في الصلاة، فدي بتكون رؤية تحذيرية لصاحب الرؤية إنه هو يلتزم في صلاته ويرجع يصلي كما كان، والله تعالى أعلى وأعلم. كمان رؤية الصلاة في المنام من الحاجات اللي بتدل على حل الخلافات والنزاعات الزوجية. وكمان الصلاة في المنام من الحاجات اللي بتدل على زوال الهموم والغموم اللي كان بيعاني منها الرائي أو الرائية في تربية أبنائه أو في التعامل مع أسرته، والله تعالى أعلى وأعلم. رؤية الصلاة في المنام من الحاجات الطيبة والمحمودة والجميلة جدا اللي ممكن الرائي أو الرائية يشوفها في بعض الأحيان. الصلاة في المنام لو كانت مع الطليق، يعني لو كان للمرأة المطلقة وشافت إن هي بتصلي مع زوجها فده رجوع بأمر الله، والله تعالى أعلى وأعلم. رؤية الصلاة في مكان العمل دليل على سعة الرزق بأمر الله تعالى واستجابة الدعوات. ورؤية الصلاة للمريض شفاء بأمر الله تعالى. ورؤية الصلاة في المنام للطالب بتدل إن شاء الله على تحقيق أمنياته وأحلامه وتوفيقه في دراسته، والله تعالى أعلى وأعلم. دمتم في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.